شنو هو الأومليت الياباني مع الخضرة؟ السلام عليكم ومرحبا بكم. ورجعت عند نبيلة في الكوزينة ديالها. اليابانية نبيلة غادي تعرسكم اليوم على وصفة جديدة ديال الماكلة اليابانية الساهلة. إذا ما زال ما شفتوش في القناة شكو دابا. بارك الله فيكم. اليوم غادي نوريك نسخة أخرى من تيمريكويوكي الأومليت الياباني. واحد فيه نوري مع الفورماج، وواحد آخر فيه الخيزو مع البصل الأخضر. وغادي نوريك جوج طرق باش تشويو، مرة بمقلة مدورة ومرة بمقلة يابانية مربعة خاصة بالأومليت. أولاً أومليت بالخيزو والبصل الأخضر. المقادير 3 ديال البيض، 50 غرام خيزو مقطع صغير، 50 غرام بصل أخضر مقطع، معلقة صغيرة صوي، معلقة صغيرة سكر، شوية ملحة، شوية زيت. الطريقة: كسر البيض سزلافة، زيد الملح والصويا والسكر وحرك مزيان. زيد الخيزو مقطع والبصل الأخضر وخلط مزيان. سخن المقلة ودهنها بالزيت. مسح الزيت الزايد بمنديل. صب البيض على جوج ولا 3 دفعات. المرة الأولى قبل ما يشد مزيان جر البيض القدام. المرة الثانية صب البيض وبدله في الورق. استعمل سباتولة باش تسهل. زيد شوية زيت. صب باقي البيض تحت اللف. جمع الأومليت على شكل مستطيل.
خرجوه ولفوه في الألومنيوم ولا حصيرة ديال السوشي. خليه يكمل الطياب على مهل. قطعوه وحطوه في غسيل. ثانياً، أومليت بالنوري والفورماج. المقادير: جوج ديال البيض، شوية ملح، نوري مقطوع بالنص، 1 الفورماج سلايس، شوية زيت. الطريقة: كسر البيض سزلافة وزيد الملح وحرك. سخن المقلاة ودهنها بالزيت ومسح الزايد. صب نص الخليط. قبل ما يشد البيض، زيد النوري والفورماج فوقه. بدأ ترس من القدام لور. صب الباقي من البيض حتى لتحت ديال اللس. منين يشد البيض، رجع الأومليط لقدام. استعمل سباتولة باش تسهل. قطعوه وقدموه في الطبسين. ممكن تديروه غير بالنوري بلا فورماج. إلا زدت النوري فوق الطبقة الثانية كيجي كوري أكثر. وبلا ملح ممكن تعوضه بالصويا. في اليابان الأومليت كيديروه بزعفة البنبو. كي تاكل مزيان مع الأونيري. المرة الجاية غادي نوريكم طريقة ديال نجري. إذا مهتمين شاركوا في القناة وبقوا معايا. ما نسوش ديروا اللايك وبرتجوا الفيديو.